دي اغرب حاجات ممكن تشوفوها في البلد دي، محطه مترو موجوده جوه عماره، وانك تكون في الدور الارضي ومره واحده تلاقي نفسك في الدور ال 22، وان يكون في نفس البلد دي اعمق مترو موجود في العالم. فويلكم تو تشاينا. في بدايه الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب كومنت ولايك، ويلا بينا نشوف اغرب فيديو في العالم. اضبط حلال. صباح الخير، يوم جديد من الصين، حلقت حلقه صينيه، والمدينه اللي انا فيها دلوقتي حاليا اسمها تشوشينج، وتشوشينج معروفه ان هي مبنيه فوق جبال، ففيها اغرب حاجات ممكن تشوف في حياتك، وده مش كلام عشان ده اللي هنشوف في الفيديو النهارده، هتشوف اغرب حاجه. ففي بدايه يومنا السعيد لازم في اول يوم كده نشرب كده كوفي يروق علينا، وهنروح عند حاجه اسمه لوكن، وزي ما انتم عارفين لوكن ده اشهر حاجه موجوده في الصين، ودلوقتي هو بيكتسح في امريكا. بس قبل كل حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت، وزي ما قلت لكم قبل كده وكتير جدا، هو ده حاجه الوحيده اللي بيخلي البلوجر او الترافل بلوجر والكلام ده كله ان هو يكمل في السفر بتاعه. واول مكان احنا رايحين نشرب فيه كوفي هو في منطقه وسط البلد، في منطقه اسمها يوجم. يعتبر السنين مش كسالى، ولكن مش بينزلوا دلوقتي لان المدينه دي يعتبر شبه سياحيه قوي، ولكن زي ما انتم شايفين كل التفاصيل زي عندنا بالظبط، الشرطه في كل مكان. الشوارع دي مشهوره جدا ان هي منطقه اكل شعبي جدا، يعني انا برضه هوريكم فيديو تاني الاكل الشعبي الموجود في المدينه دي. انا امبارح ما كنتش قادر وانا بتمشى، يعني وانا بتمشى ما كنتش قادر اصلا اقعد في المكان. اللي انتم شايفينه قدامكم ده تمثال جينا فغيبي، يا رب اكون نطقت صح لان انا حاسس ان انا بنطق فرنساوي مش صيني نهائيا. الميدان ده كان معمول في 1940 في ذكرى حرب قدام اليابان، وبعدين اتسمى بعدها بنصب التحرير او التمثال بتاع التحرير. فالتمثال ده كان معمول بعد حرب اليابان على طول، وارتفاع التمثال ده حوالي 27.5 متر. وزي ما انتم شايفين ان اصلا الصين حرفيا معروفه بناطحات السحاب، فما استغربش والله ان التمثال ده يتعمل كمان سنه مثلا يبقى على ارتفاع 400 متر عادي. فصيل حاجات في الصين غريبه جدا بصراحه. يعني زي ما قلت لكم في بدايه اليوم هو لوكن، هنشرب حاجه كده. ده اشهر براند معمول للكوفي، زي ستاربكس بالظبط ولكن افضل منه بمراحل، حتى الديزاين بتلاقيه مختلف جدا. وده بتطلبوه عن طريق الابلكيشن لان في سعرين، لو انت اشتريته كاش على طول هيدفعك 20 يوان زياده، ولكن احنا بنشتريه عن طريق علي باي ويبقى ارخص بكتير. والميزه في علي باي ان هو كله مترجم الصراحه. يعني هلو which No, no what not here. not here Not here. اوكي اهو موجود. قالت لي مش موجود اهو. هي مش موجوده في اللوكن ده، بتقول لي في المكان التاني. اللوكن التاني ده موجود في الشارع ده كده. فبصراحه هنضطر نتمشى. وايه المشروب اللي انا كنت بطلبه؟ كوكونات لاتيه، وهو فريش وساقع بيبقى طعمه حلو جدا، فده اللي هنروح نطلبه دلوقتي من هناك. وورد ذيس وان. حاجه ضايقتني دلوقتي حاليا بجد، انا بعد ما الست في اول مره قالت لي ان هو مش متاح هنا، قعدت الف حوالين نفسي على اللوكيشن، في الاخر اللوكيشن برده جابني في نفس المكان، وفي الاخر طلع من عندها. طب ليه اللف والمشوره ده كله يعني؟ والناس تقول لي هو ده، اقول لهم لا مش ده، تقول لي هو ده، اقول لهم لا مش ده. فازاي لما طلبته بقى عندها؟ يلا ما علينا. دي مبدئيا كوكونات لاتيه من غير سكر، ولا هتحس ان انت محتاج سكر اصلا. طعمه حلو جدا وبيفوقك صراحه في اليوم. انا حبيت بس اوريكم كده، لو انتم مركزين معايا فانتوا هتلاقوا ان الشارع ورايا وجميل جدا. بصوا اهو اتفرجوا، شارع قريب جدا يعني انا بعد الشر لو انا نطيت من هنا، وما فيش حد يجرب الكلام ده كله، لو حد نط من هنا مش هيحصل له اي حاجه، يعني في الاخر ممكن بعد الشر يتكسر له ضلع او يحصل فيه مشكله، ولكن حياته هتفضل سليم 100%. لو انتوا بصيتوا الناحيه الثانيه ونتمشى لغايه هناك، وانا هرفع لكم الكاميرا كده فوق، هنمشي لغايه هناك، الحوار بالنسبه لك ما زال طبيعي جدا، مباني شمالك مباني يمينك، مفيش اي مشكله نهائيا، وتستمر اللحظه عاديه جدا. انت لما توصل لغايه المبنى اللي هناك ده، هو ده اللي مش عادي. بمعنى الكلمه لما اقول لكم كلمه مش عادي فهو مش عادي. خليكم بس فاكرين ان احنا في اول الشارع كان في عربيات عادي، وانت كنت جنبه بخطوتين. اللي انت هتشوفوه دلوقتي فهو ده الانبهار. مشهد مخيف الصراحه. يعني انت دلوقتي حاليا في الدور ال 22. طبعا انتوا شايفيني عادي جدا في الدور الارضي، ولكن انا في الدور ال 22. ورايا خيال حرفيا. لو ركزتوا احنا مش في الدور الاول، احنا في الدور ال 22. هو مش بس ده الانبهار الموجود هنا، هو الانبهار كله اللي انت مبني على جبل. يعني المبنى ده متوصلين ببعض. انا ما اعرفش الناس ازاي مش خايفه كده. طب ازاي احنا كنا في الدور الارضي وبقينا في الدور ال 22؟ لان زي ما قلت لكم كل الكلام ده مبني على جبل. وايه اللي يثبت كلامي؟ هو ده. بص من هنا جبل، يعني انتوا لو شايفين. انا بس حابب اكون مختلف واوريكم تدريجه الجبال ازاي. ده الشارع. بص بقى الناحيه الثانيه فاضيه
الناحيه الثانيه انت في حته ثانيه. دلوقتي احنا خلصنا اول مكان، تعالوا بقى نروح المكان الثاني اللي هو بالنسبه لي اغرب واغرب يعني. ده بالنسبه لي ده غريب جدا ان انت تكون في الدور الارضي ومره واحده بقيت في الدور ال 22، ولكن الثاني هو مستحيل يتعمل في اي حته في العالم واتعمل في الصين بس. فتعالوا نشوف الكلام على ايه. دلوقتي هننطلق على اغرب حاجه في العالم زي ما قلت لكم، وهي لذيبه ستيشن. مترو بيخش جوه العماره في الدور السادس وفي شقق بتشوفها، فدي اغرب حاجه انت ممكن تشوفها في حياتك. دلوقتي احنا عندنا مثلا في البلد عندنا يقول لك ايه الحق ده بنى كوبري جنب العماره بتاعتي، ده حق الرؤيه. ده مش باني، ده دخل مترو في العماره. انت متخيلين وصلت الدرجه عندهم ايه؟ ان هم مدخلين مترو جوه العماره مش كوبري. من اكتر ما يميز الصين حرفيا هو المترو. بامانه المترو في كل حته انت محتاجها. زي ما قلت لكم قبل كده، انا حاسس في يوم من الايام لو هم عايزين يروحوا التويليت هم هيروحوا بالمترو. ده احساس جميل جدا ان انت في اي حته في مترو. احنا دلوقتي هنروح لزيبا. احنا هنا في ليجين هو حاجه زي كده. انا مش متقن صيني فاعتبروني عادي، مش محتاجين نروح. دي المحطة اللي المترو بيخش بيها جوه العمارة. أنا دلوقتي هنزل نصور الموضوع من تحت، وبرضه هطلع واركبه تاني ونجرب الموضوع. الموضوع غريب جدا، أنت تخش جوه عمارة، المترو دخل العمارة. دي من أغرب الحاجات اللي أنت ممكن تشوفها في خيالك، إن المترو يعدي جوه العمارة. أغرب حاجة ممكن تشوفها في حياتكم. مش هتلاقوا أغرب من كده في الصين حرفيا. زي ما أنتم شايفين العمارة أهي، هي دي العمارة وده المترو بيخش جواها. احكي لكم تفاصيل اكتر عنها. محطه مترو دي اسمها لزيبا. دي العماره دي اتعملت في 2001 2004 واتفتحت قبل ما المترو يشتغل. المطورين جم يشوفوا المترو ده ازاي يخش هنا، واجهوا مشكله لان المنطقه هي عباره عن جبال، فالجبل مش عارفين يبنوا عليه، فالمترو اكتريته مش معمول غير على كباري زي دي. فاضطروا يعملوا ايه؟ ان هو يا باشا هياخد الدور السادس من العماره دي كلها وهيخش فيها. وحابب اقول لكم ان هم عاملين حاجات متطوره جدا يخلوا مفيش اي ذبذبات او اي هزه تحصل لسكان العماره. وزي ما انتم شايفين هناك اهي العماره ساكنه، فتخيل نفسك انت عايش جوه العماره. يعني بص التفصيله دي، المترو داخل على العماره وما حصلهاش اي مشكله. ليه ما حصلهاش مشكله؟ لان انت عزيزي المشاهد انت في الصين ماشي، خش جوه العماره في الدور السادس ومفيش اي مشكله بتحصل له. وبعد ما العماره حرفيا هي في جبل عادي جدا والمترو موجود، هو دلوقتي حاليا بقى مزار سياحي كله بيجي حوالين العالم. انا حرفيا جاي من مصر جاي اتفرج على كل ده، ودي تاني اغرب حاجه ممكن تشوفها في الصين. وطبعا كالعاده في كل حته برضو صوره كابتن، والصوره غاليه بصراحه ب 20 RMB 140 جنيه للصوره. فليه 140 جنيه للصوره؟ كتير قوي. هو دلوقتي كلهم مسعرين على 20 كلهم بلا استثناء، بس انا عرفت هم واقفين فين فانا هتصور صوره زيها. فبصراحه انا معايا ترايبود ومعايا برضو ده، فقلت اثبت الكاميرا عشان ناخد اللقطه كده على طول. عملت تايمر عليها والواد ده مش نازل لي من زور. الواد ده احنا صورنا دلوقتي لجوه على طول. احنا دلوقتي خلصنا اغرب محطه مترو في العالم، ولكن دي مش اغرب محطه مترو في العالم، لان في اعمق محطه مترو في العالم. فتعالوا نشوف اغرب واعمق مترو في العالم موجود برضه في الصين. الحمد لله وصلنا فندق. احنا في غرفه 922 ودي الاوضه اللي انا خدتها وثمنها كانت $128، بس انا خدتها تاني $60 عشان discount.trip.com. دي الاوضه، دي المرايه، التفاصيل، وده الحمام، وده الشاور. عندك هنا بروجيكتور بيعرض على الشاشه الكبيره دي. بص الشاشه حجمها قد ايه قدام السرير الكبير ده. فدي حاجتين حلوين جدا غير طبعا القعده. والاهم طبعا من كل ده وهو الفيو بتاع المدينه. ده فيو المدينه بتاعت شاوشينج، تحفه. احنا طبعا عارفين المدينه دي مبنيه على جبال، دي وسط البلد اللي هناك، وده النيل اللي هناك بتاعهم، الريفر، النهر يعني، والشوارع بتاعتهم. ودي مبينه جدا ان هم بانيين على جبال. الغرفه حلوه جدا، سعرها حلو جدا مقابل اللي انت شايفه ده كله. في طبعا اغلى من كده. اللي ورايا دي بقى اغرب محطه مترو في العالم، اسمها هونجي سين، ودي تعتبر اكبر عمق مترو موجود في العالم. العمق بتاعها 116 متر، حوالي 39 دور او 40 دور. فتعالوا نشوف التجربه على ايه. هل بجد زي ما بيقولوا ولا فيستك وخلاص؟ حرفيا غريبه جدا وكبيره جدا. لغايه دلوقتي احنا عمالين ننزل. احنا كده عدينا على اول حاجه. بيقول لك اصلا بياخد وقت من 5 دقائق ل 8 دقائق. روسيا معروفه ان فيها اكبر عمق حفره موجوده في العالم، فتخيلوا ده اكبر مترو موجود في العالم، اكبر من المترو بتاع روسيا ذات نفسه. هنروح فين طب؟ الغريب من العمق كده كله هم حفروه في قد ايه؟ احنا لسه ما وصلناش، احنا لسه زي ما احنا عمالين ننزل بس. كل ده لسه بننزل.
بجد لسه بننزل. طب هنتكلم بقى، الحياه حلوه جدا في الصين حرفيا، بس الفيديو ده اغرب حاجه في كل حاجه. اغرب مترو، عمرك شفت مترو يخش في الحيطه؟ ده غريب جدا والله. فالمدينه دي حرفيا خياليه. لو وصلت لغايه هنا اكيد ما تنساش بعد شفت التعب ده كله، ما تنساش بقى تعمل لايك سبسكرايب كومنت بجد. يعني احنا بنتعب في المحتوى ده، لسه تحت بجد، لسه تحت. هوب لسه اللي بعده، لسه اللي بعده. مش متخيل المترو ده ممكن يتعمل في اي حته في البلد عندنا او في اي بلد على مستوى العالم تاني. لازم يبقى في ناس عندهم ده كبير جدا. احنا لغايه دلوقتي احنا لسه ما نزلناش تحت. من الاخر كده اكننا بالظبط طلعنا 40 دور برج القاهره ولسه فيه، احنا لسه بننزل. عايز اديكم بس معلومه، احنا ليه العمق ده كله؟ لان المترو ده محفور جوه الجبل. يعني العمق ده كله اصلا احنا نازلين جوه الجبل، لان زي ما انتم عارفين ان المدينه دي كلها اصلا معموله على ايه؟ على جبال. فاحنا لسه ما وصلناش. احنا بقالنا كتير قوي. بقالنا قد ايه؟ احنا بالظبط بالريكورد الفيديو بقالنا دلوقتي لغايه دلوقتي 6 دقايق و30 ثانيه بالريكورد. فالحوار خيالي لغايه دلوقتي. كل ده بالظبط احنا نازلين جوه جبل، كانك بالظبط في المقطم وحافر جوه الجبل ونازل بيه. تقريبا كده وصلنا. احنا وصلنا لاول حاجه، بس اللي هي ايه؟ اول حاجه اللي التفتيش، وبعدين هننزل تاني لعمق اكتر. اخيرا نزلنا. يا لهوي اخيرا. دي اعمق مترو موجود في العالم، هو الخط التاسع. ده كان اعمق مترو موجود في العالم في الخط التاسع. يعني تجربه لازم تجربوها، لو انتوا جيتوا هنا البلد لازم تجربوها. وانا بتمشى كده لقيت حاجه اسمها اولد تاون. دي اولد تاون زي كده المدينه القديمه، يعني بتفاصيلها بقى اكنهم الصينيين عايشين ازاي والكلام ده كله. اكتر حاجه بتعجبني بجد في الصين الحوار ده، شويه المايه في اللي احنا فيه ده حرفيا محتاجينها. الصخور نازل ايه من الاف السنين. انا اكتر حاجه بس متضايق عليها اللي انا هنزل كل ده وهطلع تاني، يعني ده اكتر حاجه انا متضايق عليها. بص حوار المايه ده، يا لهوي يا لهوي. هنا شويه طراوه والله العظيم. اكتر حاجه بجد مبهره في السنين عامه هو حوار ان بيعملوا محلات هنا بديكور مختلف، كل مكان غير التاني، يعني مفيش حاجه متطابقه. البلد هنا حرفيا ممتعه كسياحه، لا تقارن مع جوانزو ولا شنجن ولا اي حاجه. هنا عاملين زي اللايفات التيك توك والكلام ده. شيز لايف يا لايف تيك توك يا ريلي حبيبي. ايوه دي اوعى يا سيني اوعى. مش فاهم حاجه والله. انجلش، دو يو سبيك انجلش؟ المشكله انت مش فاهم اي حاجه، فاهم؟ هو عمال يتكلم معاك وانت ولا هنا. ده اكيد لحمه خنازير، لان ما دام في خنازير. اللي احنا فيه دلوقتي ده شلتر او نفق، كان معمول ساعه حرب اليابان. بيشرحوا لك بقى فيها يمين وشمال اللي حصل في الحرب ساعتها، وتحول دلوقتي زي ما تقول ايه لزيارات. هنخش واحد واحد، ده جوه خندق، يعني انت جوه النفق بالظبط، وبيشرح لك بقى القصه ايه اللي حصل فيها وايه الصوت ده. الفكره ما فيش حاجه مكتوبه بالانجلش، كله صيني بحت. خش جوه. هنا جوه ايه؟ ده زي خندق كده، ممكن تكمل لغايه جوه بقى. دي ليله. انتوا لو شايفين من الحر انا خلاص مش قادر، بس الصوت اللي انتوا سامعينه ده كل شويه ده جهاز انذار ان في قنبله بتترمي، ودي الحاجات اللي كانت موجوده ساعتها. سامعين الصوت؟ كان في الصاروخ بينزل. زي ما شرحت لكم قبل كده وكذا مره ان الصين لا يقهر في اي حاجه، فهنا بيمثلوا بالظبط ان هم لا يقهروا. دول العمال ساعتها اللي هم كانوا بيشقوا ويتعبوا ويبنوا المدينه من الجبال بالصخور والكلام ده كله. فده اكتر مثال حي يقول لك ايه ان الصين لا تقهر في كل حاجه. احنا هنخش بمترو جوه عماره، هنعمل مترو نفق جوه الجبل. هي بجد حرفيا هي بتعمل اي حاجه مستحيله احنا ممكن نشوفها. وزي ما بيقولوا الشعب الصيني ما له حل، جمله مشهوره في الوطن العربي كله. الست عندها مطعم، قلت لها لا مش هاكل غير حلال، فقالت لي تعالى من هنا، تعالى ورايا. فالمفروض هروح وراها. شيشي غريبه جدا، انت مش تاكل عندها بس دلتك على مطعم تاني بنفس الفئه. يو هاف هوت بوت حلال؟ ايه؟ اوكي. هو مطعم كله عادي مسلم وكل حاجه، بس انا عايز هوت بوت. لو مش هوت بوت فانا همشي بصراحه، يعني مش هكدب عليكم. هوت بوت. هوت بوت. وين؟ This green? Yes. اوكي. برضه واحده دلتنا على المطعم تاني. This hot pot? السلام عليكم. عليكم السلام. يا تشو. هوت بوت حلال؟ شور؟ حلال؟ جرب هوت بوت حلال. هاي هاو ار يو؟ عليكم السلام. ويا وان جاست وان. وير؟ الدنيا حر قوي. انا بصوا متبهدل. شوف المنيو ده بيقول ايه بقى. يا لهوي، المنيو ده بيقول اسعار نار. هم عندهم حاجات برضو مش حلال، يعني هو عندهم ده وعندهم ده.
What is this? Tea. Tea. Yeah. Cool. Okay. Say. Spicy or no spicy? Spice. Spicy. We try. Spicy. Okay. Oh, yeah. Okay. Okay. Can we have a half? Half and half? Yeah. Like. 要吃大的。Big or small? Big or small? Okay. Big. Big. For me. Small. For me. Small, I think. Spicy. Yeah. Little spicy. Little spice. Yeah. Little spice عشان لو سبايس هنموت. اوكي بيف. ما هو التقليدي؟ 特色。 لا ما انا مش عارف استنى. 你说的是特色是什么吗？ Traditional. What this? لا 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 لا.不是不是不是 لا 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 لا. 不是不是不是。خلاص فهمتك والله. انا فهمتك. 它是 دوست انا دوست عليها هي يلا. 它是花生发的呀。 فول سوداني. نو خلاص احنا خلينا في العادي اللي انا عارفينه. ذيس نودلز يا 重庆 noodle يا شو نودل one يا وا one ووتر water. ووتر. جابوا لي عصايتين، جابوا لي حاجه كده تلبس عشان ما لغوص. بصراحه جعان جدا يعني بقالي كتير ما اكلتش او باكل بس حاجات من الشارع، لكن اكل لا. ايه هاو ايه الاخبار؟ حطها هنا ماشي. الله عليك. انا مش عارف لحمه ايه دي، والمشكله ما باكلش اي حاجه، فان شاء الله خير. حبيب قلبي. شكلها ولع. حار ليتن ماشي. دي نودلز اوكي. دي ناشفه قوي نودلز. انا المشكله اصلا ما باكلش بالستيكس، لا بس معلم الحمد لله. شيشي والله شيشي. ثانك يو شيشي. اوكي جود. هي بالظبط كأنكم بتاكلوا اندومي بالشطه كده. حلو قوي. تايم 1 minute 10 30 30 ثانيه 30 秒 ها 30 秒 ماشي. اول حاجه هندوقها هي المفروض اللحمه كده ايه الهوت بوت في الصين 30 ثانيه بالظبط. المفروض كده نبتدي بقى. حلو قوي حلو قوي بجد والله. وبرده طلبنا جمبري ده برده نفس الكلام، ينزل ويطلع مستوي. بس هي وقعت بقى الجمبريه. راحت فين؟ المشكله دي هتهري. جايبها بايدي يعني ولا ايه؟ انا مش شايفها. الجمبريه نزل ما طلعتش. يا رب ايه دي ليله سودا، دي ليله سودا اهي. دوب الجمبري ده عندنا برضه بس. وده كان يومنا في الصين. مفيش غير فيديو بقى تعملوا ايه؟ لايك وفولو وسبسكرايب والكلام ده كله عشان الفيديو يبقى حلو. كان معاكم كيلو. سلام.